أنا أعتقد أن بعد فترة الاستعمار المباشر من عام 1821 الفرنسيين لما دخلوا تونس والجزائر، و1911 المغرب، و1900 بالمناسبة 1821 أيضا الإنجليز سيطروا على الهند كاملة، وصارت بعدها ردود فعل في الثورات الإسلامية ثم فشلت، ثم بعد الحرب العالمية الأولى تفتتت الأمة. وأنا أعتقد هم فشلوا، يعني القومية فشلت في بناء دولنا وتنميتها البشرية. الليبراليون الأوائل للاستعمار هم فشلوا أيضا في بناء، وإن كانوا أشرف من الليبراليين الجدد، لأن الليبراليين الجدد أتوا بمساوئ الاشتراكيين والشيوعيين أيضا في السجون. ثم من بعد 1950 وثورة جمال عبد الناصر 52 والعراق 56 والسودان 54 وهكذا، الثورات الاشتراكية أيضا فشلت، ففشلت القومية والليبرالية الأولى والاشتراكية في التنمية البشرية، على الأقل في إعادتنا إلى بشريتنا. ملئت السجون، القحط والمجاعة، التسيب، الفساد، فساد أخلاقي، فساد قيمي، فساد في الرؤية، فساد في بناء المجتمع، فساد في توجيه الدولة وتوجيه المجتمع، ابتعاد عن قيم أصالة القيم، ومن دون أن نأخذ الديمقراطية الغربية. تاجروا بكل هذه الأسماء. هؤلاء فشلوا، لكن الغرب لا يتركنا. ل50 سنة المقبلة فتنة الحرب أو نار الفتنة هناك تكون الشيعة والسنة. الطائفية المذهبية هي التي تصبح البدائل للقومية، فالكردي والعربي لا يتشاجران، لا يتقاتلان بسبب القومية، والبلوتشي والفارسي والتركي لكن الآن كل واحد يتمحور حول مذهبه. وإيران رأس في التوجيه، وإيرانيين يريدون أن يكونوا بارزين، لكنهم خسروا مليار مسلم ليربحوا 175 مليون شيعي. ما كان في جيوبهم سقطت من جيوبهم، هم حملوها من جديد، وما كانت ممكن أن يكون في أيديهم خسروها. ما هو الدور الإيراني في المنطقة؟ دور خبيث، دور شيطاني، دور فتنة محور. لكنه أنا أطمئنك وأطمئن المسلمين السنة أيضا أن الباطنية والصفوية مهما قويت، الشيعة أقصد، مهما قويت وعادت إلى ما كانت عليها الباطنية، كانت تحكم من المغرب إلى أفغانستان، لكن انحسرت إلى درجة ما كنت تجد شيعيا في مصر دون تصفية جسدي، دون قتاله. التشيع أصلا مذهب سياسي، ولذلك لا يتحمل مواجهة العقيدة، عقيدة التوحيد عند أهل السنة، سواء عند السلفية والأشعرية والماتريدية أو المعتزلة. ولذلك التشيع لها الآن نفوذ، لكن نفوذها سيقف. ما يجري في اليمن، الحوثيون سيذهبون مع فلول العلمانية، مع علي عبد الله صالح وهؤلاء، لكنهم سيقفون عند حد، لأن مهما كانوا أقوياء لا يغلبون جماعة الإصلاح، فكيف بالقاعدة في الجنوب؟ ولذلك أنا أعتقد الصراع المستقبلي، الغرب سيحاول أيضا أن يستمر صراع الشيعي السني، ولكن السنة أيضا عادوا إلى مذهبهم، وكلما عادت الأمة إلى التوحيد والجهاد لن تستطيع قوة في الأرض، لا تستطيع أن توقف مدهم وزحفهم بإذن الله.